نجد أن الصحافة الفرنسية تهتم كثيرا بالمغرب نظرا لطبيعة العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تربط ما بين البلدين، وبحكم تواجد الفرنسي السابق بالمغرب الذي خلف إرثا ثقافيا كولونياليا لدى شريحة مهمة من المغاربة، وعلى الخصوص النخبة المفرسة المغربية، مما أدى إلى وجود جمهور قراء كبير باللغة الفرنسية على العموم والصحف الفرنسية على الخصوص. وفي الغالب الخط التحريري لكثير من وسائل الإعلام الفرنسية ينفتح على خطاب المعارضة، وعلى خطاب التيئيس، وعلى لغة القدح والهمز واللمز، مما يؤدي بتضرر لصورة المغرب. وهذا النوع من التوجه في الكتابة الإعلامية لا يستند في الأغلب الأعم على معطيات دقيقة واستقصاء صحفي نزيه، بل الهدف منه هو ابتزاز المغرب، كما هو الحال مع الصحفيين غراسيي ولوران وقصتهما التي يعرفها كل العالم، أو الرد على طلب دولة لتشويه سمعة المملكة. وفي الحالتين لا يشرف الأمر الصحافة الفرنسية. في المقابل هناك وسائل إعلامية تبحث عن الموضوعية وتتسم بالحياد في التحقيق والمصداقية في نشر الأخبار المتعلقة بالمغرب. وهذه الوسائل الإعلامية قليلة ومعدودة على رؤوس الأصابع. ونجد حاليا في ظل الأزمة الدبلوماسية الصامتة ما بين المغرب وفرنسا، له قد بدأت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية في شن حرب إعلامية على المغرب، ويأتي هذا طبعا في سياق التحرشات الدبلوماسية التي تقوم بها باريس ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، والتقارب الكبير مع أعداء المغرب. في هذا السياق نجد أن صحيفة لو موند الفرنسية كتبت مقالا يتضمن تصريحات عدائية للمغرب ولوحدته الترابية، بل نجد أن هذا المقال يمجد الحرب ويدعو إلى حمل السلاح ضد المغرب والقيام بالهجمات الانتحارية لضرب المواقع الاستراتيجية في البلاد. والهدف من هذا النوع من الكتابة الإعلامية يراد به ابتزاز المغرب ومحاولة فرض شروط المستعمر السابق على الاقتصاد المغربي. ونحن نعلم أن الإعلام الفرنسي هو جزء أساسي من أجهزة الدولة الإيديولوجية التي تريد
بواسطتها فرض تصورها، وبالتالي رسم سياسة تلائم طموحها سواء في إفريقيا أو العالم العربي. خاصة يجب أن نستحضر شيء أساسي، كون أن المغرب بدأ ينافس فرنسا اقتصاديا وتجاريا في غرب إفريقيا، كما أقام شراكات متعددة في إطار رابح رابح كدولة ذات سيادة، وخرج من الوصاية الفرنسية وبدأ في نسج علاقة وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نجد أن سعارا شديدا أصاب الإعلام الفرنسي، وبدأت هناك حملة هوجاء ديدنها الأساسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان. ونحن نعلم أن موضوع حقوق الإنسان أصبح بالنسبة للإعلام الفرنسي أو الإعلام الغربي سلعة يتم طرحها أو سحبها حسب العرض والطلب، خدمة للحكومة الفرنسية، مع العلم أن فرنسا التي تدعي أنها مهد حقوق الإنسان قد قامت بحجب عدد كامل من جريدة لوموند الفرنسية لكونه فقط انتقد الرئيس ماكرون. هذا ناهيك عن حجب جميع القنوات الروسية المستقلة والحكومية مثلا التي تبث من داخل الدول الأوروبية بلغات محلية مختلفة، حتى لا يطلع الرأي العام المحلي والأوروبي عن وجهة نظر مغايرة لما يتداوله الإعلام العمومي الغربي. ولنا كذلك في مثال لي جيلي جون، يعني الأقمصة الصفراء، والهجمة البوليسية الشرسة التي جوبهوا بها في فرنسا، وكذلك المظاهرات التي أقيمت مؤخرا، وكذلك العديد